الأخبار دائما بصفتها الرسمية. الآن انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي أخذ صبغة الرسمية وأصبح الأمر رسمي. ربما كان هو مسألة وقت ليس أكثر. محمد، لكن أتحدث عن التوقيت الآن، إعلان كريستيانو رونالدو الانتقال في تقريبا هذا اليوم. هل تأخر هذا الإعلان، خاصة بأن أول الإغراءات من النصر لكريستيانو رونالدو كانت في 23 من نوفمبر الماضي، وكان مونديال قطر قد بدأ لتوه الآن، لكن الإعلان تم هذا اليوم؟ شوف إسلام، من وجهة نظري ومن خلال بعض المصادر السعودية، انتقال كريستيانو رونالدو للنصر السعودي هو مشروع للكرة السعودية والرياضة السعودية والدوري السعودي بالكامل. ليس الموضوع يقتصر على النصر السعودي فقط، بدليل زي ما قال زميلنا عيسى اللي الحقيقة بحييه لأنه كان أول من أطلعنا على خبر صحيح. المفاوضات مع النصر ورونالدو من خلال أيضا الشبكة البنفسجية بين سبورت. فالموضوع أصلا بيمتد لبداية الموسم، الانتقالات الصيفية من خلال مفاوضات نادي الهلال. واعترف الحقيقة كريستيانو، حتى الإعلامي الشهير بوريس مورجان كان خلال احد اللقاءات التلفزيونيه قال ان كان عنده عرض من الشرق الاوسط او من الدوري السعودي بالتحديد، وتبين بعد ذلك انه كان نادي الهلال. لكن رب ضاره نافعه، ازمه كنو الشهيره ومنع نادي الهلال من القيد لفترتين، الفتره الصيفيه والميركاتو الشتوي، جعل نادي النصر هو اللي يكون محظوظ بان يكون كريستيانو رونالدو في الطريق اليه، ونجحت الصفقه. والحقيقه انا بعتبر الصفقه دي مش للسعوديه بس، الصفقه دي لقطر، للخليج كله. صح. بعد النجاح الكبير لبطولة كأس العالم 2022، ده كان نجاح للمنطقة ولكل الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط. العالم كله الأنظار كانت متجهة صوب هذه المنطقة. الآن بعد أيام قليلة ولا زال الكل بيتحدث عن نجاح العرب في تنظيم البطولة ونجاح تاريخي واستثنائي لكأس العالم. دلوقتي أيضا الأنظار كلها ستكون متجهة نحو هذه المنطقة التي تستحق أن يكون موجود فيها نجم كبير بحجم وقيمة وشعبية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اللي بيتابعه حوالي عن مليار بني آدم عبر مواقع السوشيال ميديا. كل دول أي هدف هيسجلوا، أي لقطة هيظهر بيها، حتى لو زوجته في المدرجات أو أولاده في ملعب الملز أو في حفر الباطن أو حتى في أي مدينة في السعودية، الكل هيهتم بيها، الكل هيتعرف وهم رايحين مسافرين يلعبوا أي مباراة خارج الرياض. الكل هيحاول يعرف المدينة دي، هيتعرف على الثقافة السعودية والثقافة الخليجية أكتر أو بشكل مكثف. فالحقيقة هي صفقة من العيار التقيل زي ما قال الكابتن منير، ضربة معلم فعلا للرياضة السعودية، لأن أعتقد الاستفادة مش بس هتكون فنيه، لان كريستيانو رونالدو لو بقدم واحده في اي فريق هيكون مرعب للخصوم وهيعمل اضافه فنيه، ده امر مفروغ منه. لكن على الجانب التسويقي في كلام ان النصر السعودي سيعيد افتتاح المتاجر الخاصه به لبيع التيشيرتات في كل مدن الرياض. ده هيعمل دخل كبير جدا على مستوى بيع القمصان، على مستوى كمان الضيافه في المنصه الذهبيه والمنصه الفضيه لحضور كبار الشخصيات وحضور الزوار، ايضا الجماهير من كل الانديه ومن مختلف الانديه، وبس مش بس من السعوديه، اعتقد من كل دول الخليج. حتى الاعلاميين، انا دلوقتي بدل ما افكر اروح احضر مباراه الكلاسيكو او اتفرج على واحد من النجوم الكبار، لا، ممكن اروح مباراه النصر والهلال او النصر والشباب، النصر والاهلي جده ان شاء الله لما يرجع في المستقبل، اما اشوف نجم كبير زي كريستيانو رونالدو. وعلى فكره ده لن يكون الصفقه الاولى ولا الصفقه الاخيره. بعض التقارير الصحفيه السعوديه قالت ان اتحاد جده كمان داخل على الخط مع لوكا مودريتش، فده مدلول واضح عن النصر مع بوسكيتس كذلك. نعم، بوسكيتس ده مدلول واضح ان الناس في السعوديه بتشتغل زي ما قطر، لو تفتكر يا اسلام، من قبل صحيح 12 او 15 سنه لما بدا يجي جوارديولا وكانيجيا والاسماء الكبيره، وجاء بعد كده تشافي وراؤول، كان في خطه واضحه ان هو يحط الدوله مش بس الكوره على خريطه العالميه. واعتقد ان ده السعوديه من خلال استضافتها لبطوله اسيا وفازت كمان بدوره الالعاب الاسيويه 2030، الشغل اللي معمول في العلا وفي نيون والملاعب الجديده اللي عماله تتعمل، لا، السعوديه اعتقد انها بتعمل تجربه فريده واستثنائيه مش بس للسعوديه ولكن للمنطقه الخليجيه كمان وللعرب، زي ما عملت كمان قطر من خلال كاس العالم 2022. واعتقد ان كريستيانو رونالدو، خلي بالك يا اسلام، هيكون ليه دور كبير جدا في الملف المشترك صحيح. اللي عاملاه السعوديه مع اليونان ومع مصر لاستضافه كاس العالم 2030 ان شاء الله. طيب عيسى، الان كون الصفقه اخذت الصفه الرسميه الان واصبحت الامور رسميه، متى يتوقع وصول كريستيانو رونالدو؟ هناك حديث في الصحافة الإنجليزية وحتى الصحافة الإسبانية عن التفاصيل المالية، هل تطلعنا أكثر عن عقد رونالدو الآن؟
للامانه يعني ما شاء الله الاستاذ محمد الجزار يعني جاب تفاصيل كامله، فعلا هي بالتفاصيل يعني كانت كريستيانو من الصيف الماضي كانت الوجهه للهلال، الا ان فتره او العقوبه التي تعرض لها نادي الهلال بسبب موضوع كنو يعني وجه البوصله الى نادي النصر. طيب سنعود إليك عيسى مرة أخرى. هناك طبعا حديث كما ذكرنا في صحف أجنبية عن 175 مليون جنيه استرليني سيتقاضاها كريستيانو رونالدو في الموسم الواحد، وربما يكون الوصول يوم الأحد المقبل إلى الرياض. وبالتالي يتوقع بنجم بحجم كريستيانو رونالدو والشعبية التي يحظى بها على مستوى الوطن العربي أن يكون هناك حفل تقديم كبير جدا لهذا النجم من قبل نادي كبير كذلك في الخليج في المملكة العربية السعودية. نتحدث عن النصر السعودي. نعم ضروري، لأن أنا بالنسبة لي صفقة تسويقية مش صفقة رياضية، لأن لما تجيب لاعب بحجم رونالدو فيلزمك انك تستفد منه في جميع الجوانب، مش على الجانب الرياضي، فالجانب التسويقي حيلعب دور كبير. حتى لما نتكلموا على القمصان ونتكلموا على اشياء اخرى، نتكلموا حتى على تحركات تاع رونالدو والعائله بتاعه كما قال الكابتن في يعني في السعوديه، يعني حيكونوا اشياء اللي حنستفد منها السعوديه اكثر، حتى على مستوى كما قلت بالنسبه يعني كره القدم العربيه، لان كره القدم العربيه اعطت واحد الصوره مشرفه لا على مستوى التنظيم ولا على مستوى المشاركه. فالكل كان يبحث، الكل حيبحث على يعني انه يتابع الدوريات العربيه. فبالنسبه لي نعطي على سبيل المثال الارجنتينيين اللي فازت عليهم السعوديه هيبحثون في جوجل ويبحثوا على الدوري السعودي. لما يبحثوا على الدوري السعودي خص يكون على الاقل يكون يعني تكون واحد كره القدم اللي تشرف. وانا كنشوف بان الدوري السعودي حتكون دفعه قويه يعني بالنسبه يعني للمجيء تاع رونالدو، وحتى يفتح الباب امام مجموعه من اللاعبين، لان هناك حديث حتى عن سيرجيو راموس. فلما يعني يجيوك هاد النجوم في الظرفيه فانت يعني انت الرابح الاكبر، ولو تعطيني الملايير فانت الرابح الاكبر، لان حتربح اكثر يعني من الاشياء اللي يعني الرياضيه. طب اعود الى عيسى مره اخرى. اخبار دائما بصفتها الرسميه الان انتقال كريستيانو رونالدو الى النصر السعودي اخذ صبغه الرسميه واصبح الامر رسمي. ربما كان هو مساله وقت ليس اكثر. محمد لكن اتحدث عن التوقيت الان، اعلان كريستيانو رونالدو الانتقال في تقريبا هذا اليوم. هل تاخر هذا الاعلان خاصه بان أول الإغراءات من النصر لكريستيانو رونالدو كانت في 23 من نوفمبر الماضي، وكان مونديال قطر قد بدأ لتوه الآن، لكن الإعلان تم هذا اليوم؟ شوف إسلام، من وجهة نظري ومن خلال بعض المصادر السعودية، انتقال كريستيانو رونالدو للنصر السعودي هو مشروع للكرة السعودية والرياضة السعودية والدوري السعودي بالكامل. ليس الموضوع يقتصر على النصر السعودي فقط، بدليل زي ما قال زميلنا عيسى اللي الحقيقة بحييه لأنه كان أول من أطلعنا على خبر صحيح. المفاوضات مع النصر ورونالدو من خلال أيضا الشبكة البنفسجية بين سبورت. فالموضوع أصلا بيمتد لبداية الموسم، الانتقالات الصيفية من خلال مفاوضات نادي الهلال. واعترف الحقيقة كريستيانو، حتى الإعلامي الشهير بوريس مورجان كان خلال احد اللقاءات التلفزيونيه قال ان كان عنده عرض من الشرق الاوسط او من الدوري السعودي بالتحديد، وتبين بعد ذلك انه كان نادي الهلال. لكن رب ضاره نافعه، ازمه كنو الشهيره ومنع نادي الهلال من القيد لفترتين، الفتره الصيفيه والميركاتو الشتوي، جعل نادي النصر هو اللي يكون محظوظ بان يكون كريستيانو رونالدو في الطريق اليه، ونجحت الصفقه. والحقيقه انا بعتبر الصفقه دي مش للسعوديه بس، الصفقه دي لقطر، للخليج كله. صح. بعد النجاح الكبير لبطولة كأس العالم 2022 ده كان نجاح للمنطقة ولكل الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط. العالم كله الأنظار كانت متجهة صوب هذه المنطقة. الآن بعد أيام قليلة ولا زال الكل بيتحدث عن نجاح العرب في تنظيم البطولة ونجاح تاريخي واستثنائي لكأس العالم. دلوقتي أيضا الأنظار كلها ستكون متجهة نحو هذه المنطقة التي تستحق أن يكون موجود فيها نجم كبير بحجم وقيمة وشعبية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اللي بيتابعه حوالي عن مليار بني ادم عبر مواقع السوشيال ميديا. كل دول اي هدف هيسجلوا، اي لقطه هيظهر بيها، حتى لو زوجته في المدرجات او اولاده في ملعب الملز او في حفر الباطن او حتى في اي مدينه في السعوديه، الكل هيهتم بيها، الكل هيتعرف وهم رايحين مسافرين يلعبوا اي مباراه خارج الرياض. الكل هيحاول يعرف المدينه دي، هيتعرف على الثقافه السعوديه والثقافه الخليجيه اكتر او بشكل مكثف. فالحقيقه هي صفقه من العيار التقيل زي ما قال الكابتن منير، ضربة معلم فعلا للرياضة السعودية، لأن أعتقد الاستفادة
مش بس هتكون فنيه، لان كريستيانو رونالدو لو بقدم واحده في اي فريق هيكون مرعب للخصوم وهيعمل اضافه فنيه، ده امر مفروغ منه. لكن على الجانب التسويقي في كلام ان النصر السعودي سيعيد افتتاح المتاجر الخاصه به لبيع التيشيرتات في كل مدن الرياض. ده هيعمل دخل كبير جدا على مستوى بيع القمصان، على مستوى كمان الضيافه في المنصه الذهبيه والمنصه الفضيه لحضور كبار الشخصيات وحضور الزوار، ايضا الجماهير من كل الانديه ومن مختلف الانديه، وبس مش بس من السعوديه، اعتقد من كل دول الخليج، حتى الاعلاميين. انا دلوقتي بدل ما افكر اروح احضر مباراه الكلاسيكو او اتفرج على واحد من النجوم الكبار، لا، ممكن اروح مباراه النصر والهلال او النصر والشباب، النصر والاهلي جده ان شاء الله لما يرجع في المستقبل، اما اشوف نجم كبير زي كريستيانو رونالدو. وعلى فكره ده لن يكون الصفقه الاولى ولا الصفقه الاخيره. بعض التقارير الصحفيه السعوديه قالت ان اتحاد جده كمان داخل على الخط مع لوكا مودريتش، فده مدلول واضح عن النصر مع بوسكيتس كذلك. نعم، بوسكيتس. ده مدلول واضح ان الناس في السعوديه بتشتغل زي ما قطر، لو تفتكر يا اسلام، من قبل صحيح. 12 او 15 سنه لما بدا يجي جوارديولا وكانيجيا والاسماء الكبيره، وجاء بعد كده تشافي وراؤول، كان في خطه واضحه ان هو يحط الدوله مش بس الكوره على خريطه العالميه. واعتقد ان ده السعوديه من خلال استضافتها لبطوله اسيا وفازت كمان بدوره الالعاب الاسيويه 2030، الشغل اللي معمول في العلا وفي نيون والملاعب الجديده اللي عماله تتعمل، لا، السعوديه اعتقد انها بتعمل تجربه فريده واستثنائيه مش بس للسعوديه ولكن للمنطقه الخليجيه كمان وللعرب، زي ما عملت كمان قطر من خلال كاس العالم 2022. واعتقد ان كريستيانو رونالدو، خلي بالك يا اسلام، هيكون ليه دور كبير جدا في الملف المشترك اللي عاملاه السعوديه مع اليونان ومع مصر لاستضافه كاس العالم 2030 ان شاء الله. طيب عيسى، الان كون الصفقه اخذت الصفه الرسميه الان واصبحت الامور رسميه، متى يتوقع وصول كريستيانو رونالدو؟ هناك حديث في الصحافه الانجليزيه وحتى الصحافه الاسبانيه عن التفاصيل الماليه، هل تطلعنا اكثر عن عقد رونالدو الان؟ للامانه يعني ما شاء الله الاستاذ محمد الجزار يعني جاب تفاصيل كامله. فعلا هي بالتفاصيل يعني كانت كريستيانو من الصيف الماضي كانت الوجهه للهلال، الا ان فتره او العقوبه التي تعرض لها نادي الهلال بسبب موضوع كنو يعني وجه البوصله الى نادي النصر. طيب سنعود إليك عيسى مرة أخرى. هناك طبعا حديث كما ذكرنا في صحف أجنبية عن 175 مليون جنيه استرليني سيتقاضاها كريستيانو رونالدو في الموسم الواحد، وربما يكون الوصول يوم الأحد المقبل إلى الرياض. وبالتالي يتوقع بنجم بحجم كريستيانو رونالدو والشعبية التي يحظى بها على مستوى الوطن العربي أن يكون هناك حفل تقديم كبير جدا لهذا النجم من قبل نادي كبير كذلك في الخليج في المملكة العربية السعودية، نتحدث عن النصر السعودي. نعم ضروري، لأن أنا بالنسبة لي صفقة تسويقية مش صفقة رياضية، لأن لما تجيب لاعب بحجم رونالدو فيلزمك انك تستفد منه في جميع الجوانب، مش على الجانب الرياضي، فالجانب التسويقي حيلعب دور كبير. حتى لما نتكلموا على القمصان ونتكلموا على اشياء اخرى، نتكلموا حتى على تحركات تاع رونالدو والعائله بتاعه كما قال الكابتن في يعني في السعوديه، يعني حيكونوا اشياء اللي حتستفد منها السعوديه اكثر، حتى على مستوى كما قلت بالنسبه يعني كره القدم العربيه، لان كره القدم العربيه اعطت واحد الصوره مشرفه لا على مستوى التنظيم ولا على مستوى المشاركه. فالكل كان يبحث، الكل حيبحث على يعني انه يتابع الدوريات العربيه. فبالنسبه لي نعطي على سبيل المثال الارجنتينيين اللي فازت عليهم السعوديه هيبحثون في جوجل ويبحثوا على الدوري السعودي. لما يبحثوا على الدوري السعودي خص يكون على الاقل يكون يعني تكون واحد كره القدم اللي تشرف. وانا كنشوف بان الدوري السعودي حتكون دفعه قويه يعني بالنسبه يعني للمجيء تاع رونالدو، وحتى يفتح الباب امام مجموعه من اللاعبين، لان هناك حديث حتى عن سيرجيو راموس. فلما يعني يجوك هاد النجوم في الظرفيه فانت يعني انت الرابح الاكبر، ولو تعطيني الملايير فانت الرابح الاكبر، لان حتربح اكثر يعني من الاشياء اللي يعني الرياضيه. طب اعود الى عيسى مره اخرى.